أهلا بكم أصدقائي. بعد ساعات قليلة ستنطلق مباراة من العيار الثقيل، وستمتلئ تلك الملاعب بالجماهير الغفيرة. النادي الأهلي في معقل فريق الترجي التونسي، ونهائي إفريقي تكرر ويتكرر كثيرا بين الفريقين. مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، وتعليمات للاعبيه بنسيان مباراة مازيمبي الكونغولي والتركيز في المباراة النهائية مع الترجي التونسي. وصلت بعثة الأهلي، وترى الفريق الأهلاوي واصل مرانه، وكانت بوجود الكابتن محمود الخطيب. معنويات مرتفعة وعزيمة قوية تؤهل الأهلي لخوض مباراة رائعة. الترجي التونسي وطموح في حصد اللقب، وثقة في النفس بعد فوزه على سان داونز في عقر داره. ميلودي سان داونز في عقر داره في تمام الساعة 10 مساء. يذكر أن الأهلي قد وضع نسخة البطولة الأخيرة 11 في دولاب بطولاته بعد تغلبه على الوداد، وقد صعد الأهلي إلى الدور النهائي بعد تغلبه على مازيمبي في مباراة صعبة للغاية، كان مطالبا فيها بالتسجيل أهداف. بعد خوضه لمباراة الذهاب مع مازيمبي، واجه الأهلي صعوبات في الكونغو، خاصة وأن الفريق الكونغولي كان يلعب بكامل نجومه ووسط جمهوره، إلا أن النادي الأهلي اعتاد على مثل تلك البطولات وعلى اللعب خارج ملعبه أفضل من اللعب في القاهرة، لما له من ثقل على الساحة الإفريقية والعالمية على حد سواء. لم يتأثر الأهلي كثيرا بما خاضه من مباراة دولية ومباريات في الدوري المصري، وظل محتفظا بمستواه طيلة مشواره الإفريقي، وحتى الوصول إلى مباراة القمة، مباراة النهائي مع فريق الترجي التونسي. هزيمة مازيمبي وصن داونز أمام الأهلي المصري والترجي التونسي تؤكد أن للكرة العربية هيبتها ومكانتها دائما، وتؤكد أن النهائيات الإفريقية دائما لا تخلو من فريق عربي يمثل العرب ويمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية. استطاع الأهلي في القاهرة بقيادة عبد المنعم ورفاق معلول التغلب على فريق مازيمبي وهزيمته ب3 أهداف نظيفة لعبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق، مؤكدا أحقيته في خوض المباراة النهائية أمام الترجي التونسي. مباراة الذهاب تعني الكثير للأهلي المصري، فهي بمثابة شوط أول لنهائي البطولة الإفريقية، وبقي على الأهلي أن يخرج من هذا اللقاء منتشيا ولو بأقل الخسائر ليسعد جمهوره الذي دائما في ظهره بل وأمامه في كل الملاعب، سواء فاز الأهلي أم خسر. فالنادي الأهلي فريق عريق وله اسمه ومكانته في القارة السمراء وفي العالم كله، لكن لقاءه مع الترجي اليوم هو لقاء من نوع خاص، وللأهلي والترجي نفس الحظوظ، وهذا ما قاله مارسيل كولر للاعبي النادي الأهلي بعد مباراة مازيمبي الأخيرة. فرحة عارمة سادت مدرجات استاد القاهرة بعد فوز الأهلي ب3 أهداف، وفرحة كبيرة للنادي الأهلي، وخصوصا بعد عودة الثقة لبعض اللاعبين، وخصوصا العائدين منهم من الإصابة مثل أكرم توفيق، وسام أبو علي ومحمود كهربا، يمثلان قوة ضاربة في النادي الأهلي وفي هجومه، مع اندفاعات عبد المنعم ومتولي من الخلف. ثقة كولر في الدفاع وخط الوسط ثقة غالية وكبيرة، وعلى الرغم من أن خطة كولر لم تتغير كثيرا في غالب المباريات، إلا أن النتائج مبهرة وملموسة لدى الجميع. الأهلي اليوم في ملاقاة فريق عنيد، فريق قوي جدا، وهو فريق الترجي التونسي الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ساعيا اليوم لإنجاز مهمته والفوز بنتيجة إيجابية كبيرة تضمن له مجابهة النادي الأهلي بلاعبيه بجمهوره في استاد القاهرة الدولي الأسبوع المقبل. يدخل فريق الترجي المباراة بكامل نجومه بعد فترة من الراحة ومعسكر للقاء النادي الأهلي. الترجي التونسي فريق كبير وعريق وله اسمه التاريخي، ووصل إلى النهائي الإفريقي أكثر من مرة ذهابا إلى جنوب إفريقيا، وملاقاة سان داونز كان يطمح الترجي التونسي في أن يتعادل فقط مع سان داونز بنتيجة سلبية لكي يضمن التأهل، ولكنه فاجأ الجميع في مباراة الذهاب واستطاع أن يفوز على فريق سان داونز بهدف دون رد على أرضه وفي عقر داره ووسط جمهوره.
وفي رادس استطاع رائد بوشنيبة أن يحرز هدفا لفريق الترجي التونسي ويذهب بالترجي إلى الفاينل إلى النهائي الإفريقي ليلاقي النادي الأهلي المصري بحثا عن اللقب الغائب منذ سنوات. لقاء صعب بالنسبة للفريقين سواء في رادس أو في القاهرة، فكرة القدم لا تعترف بالأماكن ولا بالظروف. كرة القدم عزيمة وبسالة وطموح وصولا للهدف المنشود، والهدف اليوم هو كأس إفريقيا. فهل سيستطيع الترجي أن يحقق نتيجة إيجابية تذهب به إلى القاهرة مطمئنا، أم سيعود الأهلي بنتيجة ترضيه وترضي جماهيره الغفيرة التي تنتظر منه الفوز دائما؟ هي في النهاية مباراة من العيار الثقيل، وكان النادي الأهلي والنادي الترجي التونسي قد تقابلا في نسختين ماضيتين، وهذه هي النسخة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقين. تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم على استاد حمادي العقربي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسودان، ويقوم بتحكيم المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال. والمباراة الثانية بين الأهلي والترجي ستكون في استاد القاهرة يوم السبت الموافق 25 مايو الساعة 10 مساء. حظ أوفر للفريقين، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل من أصدقائنا في مصر وفي تونس. دمتم في رعاية الله.